رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي يوميات محمود وصلي. ما تنسوناش في اللايك، واتمنى اللي مش مشترك في القناة اول مرة يشوفني، انا اسمي سولي، يشرفني بالاشتراك ويدوس على الزر الاحمر ويدوس على كلمة الكل ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. انا النهارده هعمل معاكم حاجه حلوه جدا جدا جدا، مش هتاخد في ايديكم وقت خالص ولا مجهود. هنعمل مع بعض بسكوت العشر دقايق او الكوكيز، اي حاجه. مكونات كلها موجوده في البيت، طريقه سهله وبسيطه وسريعه، وتشجع اولادك انهم يقفوا يعملوها معاكي، وحاجه كده ايه يحبوها، وحاجه تبقي عاملاها انت بايدك ومطمنه منها ان هي كويسه ونظيفه وما يشتروش اي حاجه من بره، وتشجعوا كده معاكي وتشجعيهم على الاكل والحاجه النضيفه في البيت. يلا تعالوا نشوف بقى المقادير معانا ايه. معايا هنا كوبايه الا ربع زيت، ومعايا كوبايه الا ربع من السكر، ومعايا بيضتين، ومعايا هنا 3 كوبايات من الدقيق طبعا نخليهم كويس، ومعايا كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر. شفتوا كل المكونات موجوده في البيت ومش هتشتري اي حاجه من بره. يلا بقى كده يا حبيبي نبتدي بقى كده نعمل مع بعض. بصوا هننزل اول حاجه كده بالسكر، وخلي بالك لازم يكون السكر بودر، ما ينفعش يكون السكر سنترفيش او السكر الخشن العادي بتاعنا، لازم يكون سكر بودر عشان يدوب معاكي كويس جدا جدا جدا، خصوصا لو هتعمليه على ايدك زي ما انا ما هعمله كده. وبرده لو عملتيه في الخلاط السكر برده مش هيدوب قوي، او بالمضرب البيض اللي هو الكهربائي برده السكر مش هيدوب قوي. فلازم يكون السكر معمول بودر عشان يدوب معاك. وطبعا برضو ما تنسيش انك تدخليه علشان خاطر لو في حبة كده خشنين سنترفيش لسه زي ما هما، ما ينزلوش معانا ويغلبونا في الضرب. كده خلاص تمام. انا كده نزلت السكر كله ونخلت كله قدامكم اهو. وما تكتريش عن الكوبايه الا ربع سكر علشان هيطلع معاكي مسكر جدا. يا دوبك الكوبايه الا ربع سكر هيطلع معاكي السكر مظبوط بالملي. وكوبايه الا ربع زيت، برضو ما تكتريش عن الزيت. بس لو حبيتي بقى تعمليه بسمنه او تعمليه بزبده براحتك، مفيش اي مشكله، بس السمنه والزبده هيخلوا البسكوت طري شويه، يعني ناعم كده. انا مش عايزه، لا انا عايزه البسكوته بتاعتي تبقى ناشفه كده شويه. ولو حابين تجربوا حبه صغيرين كده ممكن تحطوا نص المقادير بالظبط، يعني بضايه واحده وكوبايه ونص دقيق وكيس الفانيليا وربع كوبايه سكر وربع كوبايه زيت ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام. انا كده نزلنا السكر ونزلت عليه البيضتين ونزلت عليهم كيس الفانيليا. طبعا بقى ايه نضربهم كده مع بعض كويس جدا كده ونقلب جامد عشان خاطر كله كده يدوب مع بعض والسكر كمان يدوب. وزي ما قلتلك لو حابه انك تعمليه في الخلاط مفيش اي مشكله اعمليه، او بالمضرب الكهرباء مفيش اي مشكله، بس هما يعني مش مستاهلين. هو على ايدينا كده على طول في الطبق والمضرب السلك واقلب على طول، مش مستاهلين يعني. والطريقه سهله جدا جدا، مش هتاخد في ايدك بجد مجهود خالص. بصوا ندوب كده جامد. بصوا السكر داب اهو مع البيض، وبصوا بقى شكله عامل ازاي وقوامه ما شاء الله. برضو هعمل تاني عشان برضو ادوب السكر كويس جدا. يلا صلوا بينا كده على النبي صلى الله عليه وسلم. نقلب كده كويس عشان نخلط كله بس كده ايه مع بعض زي ما انتم شايفين كده. بصوا القوام بقى عامل ازاي. نجيب بقى كده معانا الدقيق اهو، طبعا انا نخلاه كويس عشان خاطر اطلع اي هوا منه، وكمان عشان لو في اي تكتلات اي حاجه خشنه تنزل منه. واحط عليهم بقى معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، ما تكتريش وما تحطيش الكيس كله، معلقتين صغيرين بس. ونقلبهم كده كويس علشان خاطر البيكنج باودر يدوب كويس في الدقيق، يمتزج كده مع بعض وكده ويتكون كله مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. لازم برضو ايه نقلبه كويس عشان خاطر كله يختلط كده مع بعض كويس جدا زي ما انتم شايفين كده اهو. كده تمام جدا. ننزل بيهم بقى كده على الخليط بتاعنا ده
بس شويه بشويه، يعني ما تحطيش الدقيق كله مره واحده عشان هيبقى تقيل على دراعك في التقليب وهيتعبك. انزلي شويه بشويه وقلبي. التقليب ده بيوجع الدراع طبعا، فمش ينفع تنزلي بيه كله مره واحده، وكمان عشان ميبقاش متكتل كده معاكي. زي ما انتم شايفين كده اهو بيتقلب كده حبه بحبه. طبعا لو عايزين تعملوه بقى بالكاكاو ممكن تحطوا معلقتين كاكاو على الدقيق. بصوا ما شاء الله، ينزل بكميه الدقيق الباقيه كده. بصوا يعني ما خدش في ايدينا وقت خالص، يعني بصوا 3 4 دقايق بالكتير. ونقلب بقيه الكميه كده مع بعض، نقلب كده كويس عشان خاطر يبقى كله كده دايب. بعد بقى يا حبيبي ما فضلت كده اعجن فيها كده بالمضرب، خلاص بقى شيلته. ولازم كان لازم برضو المها بقى كده ايه بايدي، نلمها كده كويس. بصوا زي ما انتم شايفين كده. بس انا حاساها برضو لسه فيها ايه، عايزه يعني إيه سايله شويه، بتلزق في ايدي يعني. شايفين بصوا لازقه في صوابعي ازاي؟ بصوا حتى مع التقليب بصوا لازقه في ايدي. انا مش عايزاها طبعا لازقه كده، فهحط لها معلقتين دقيق كده او معلقه بالظبط. بصوا لا، لازقه برضو شويه كده في صابعي وانا بدعكها. هحط لها بس كده معلقه دقيق وارلمها كده، وبعد كده ارجع اوريها لكم بقى تاني. بصوا اهي بعد ما حطيت لها معلقه دقيق واحده بالظبط، سبتها يا دوبك ترتاح 5 دقايق، ما كملتش كمان 5 دقايق. عقبال يا دوبك ما طلعت بس الصاج كده من المطبخ ودهنته بالزيت، كانت خلاص يا دوبك ارتاحت. يعني مش بتحتاج وقت لتخمير لان ما فيهاش خميره طبعا. مش بتحتاج وقت ولا تسيبيها 10 دقايق بقى ترتاح وغطيها واحطها تخمر والكلام ده كله، لا. هو يا دوبك 5 دقايق بالظبط ارتاحت اهي ولمت معانا وبقت زي الفل. بصوا متماسكه اهي، لا بتلزق في ايدي ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله، ناعمه وطريه جميله جدا ما شاء الله. بصوا زي ما انتم شايفين كده. انا قسمت العجينه بقى كده ايه نصين. بصوا ما شاء الله. والنص اللي انا شلته ده هوريهولكوا هعمل بايه تاني كده دلوقتي. انا كده بقى جبت الصاج بتاعي واديته دهنة زيت. لو عايزه تحطي بقى اللي هو المفرش السيليكون حطيه، ما عندكيش وعايزه تحطي ورقه زبده حطي، مفيش مشكله. ما عندكيش اي حاجه خالص ما توقفيش نفسك، يا دوبك اديها بس مسحه زيت كده كويسه عشان خاطر ايه ما يلزقش كويس. تمام. وتبتدي بقى كده انك تاخدي كور كده صغيره زي ما انتم شايفين كده. بصوا اي نفس الحجم ده كده بالظبط، ما تكتروش عن كده او ما تخلوهاش كبيره قوي علشان خاطر لما تكبر او حجمها يزيد ما تبقاش حجم البسكوته كبير قوي وطعم وشكلها رخم كده. لا احنا عايزين حجم البسكوته يكون صغير وشكله كويس. فبصوا نفس الحجم ده كده بالظبط. حتى دي كمان كبرت قوي، فيعني حاولوا كمان يعني تصغروها شويه عن كده، تعملوها كور كده صغيره. طبعا عندك قطعات تعملي بيها، ما عندكيش ممكن زي ما انا بوريتك كده واعملي. لو عايزه طريقه اسهل كمان ممكن تفرديها كلها في صينيه، ويعني بالفنجان بتاع القهوه يعني تقلبيه كده وتقطعي بيه اشكال صغيره، او غطا ازازه. انا بقول لكم افكار اهو عشان اللي مش عايز يعملها بايده، بغطا ازازه برضو، وتفردي العجينه وتقطعي بغطا ازازه هتنجز معاكي وتخلصيها برضو على طول. يا اما اعمليها بقى بايدك كده زي ما انا بعملها وخلاص. بصوا زي ما انتم شايفين كده هخلص الكميه كلها بنفس الطريقه. بصوا بقى الحته اللي انا شلتها كان عندي طبعا الوان اهي، لون احمر. لو عندك بقى اللي هو اللون اللي هو السايل ممكن تحطي منه. ما عنديش السايل بصراحه، عندي اللي هو البودر فحطيت منه على العجينه. لو انت عندك السايل ما تحطوش على العجينه كده، لا حطيه على الخليط بتاع البيض والسكر. لكن ده علشان بودر انا حطيته على العجينه. تمام. بصوا حطيت شويه صغيرين كده هيدي معانا لون حلو جدا. بصوا يعني ما تكتريش على حسب كمان الكميه، بس انا برضو ايه ما كترتش، حته صغيره يعني حبه صغيرين قوي بالظبط عشان اللون ما يبقاش يعني شكله اوفر قوي. اللون الاحمر كمان هيبقى اوفر قوي.
بصوا بعد ما خلصتهم اهو، بصوا بقى عاملين ازاي. ما شاء الله. انا بقى سرقت القطعات بتاعت محمود، كان عنده قطعات كده انا كنت ناسيها خالص، قطعت بيها. فطبعا القطعات دي كمان طلع حجمها صغير، بعد التسوية طلعت جميلة جدا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الاشكال بقى عاملة ازاي. بصوا بقى اللي انا عملتهم بايديا دول اول مرة. جبت ظهره بتاع الشوكة كده ورحت عاملة عليها خطوط كده من فوق عشان تديها شكل، ما يبقاش شكلها سادة كده. شايفين بقى عاملة ازاي، خطوط رفيعة قوي كده بظهر الشوكة. وباقي الاشكال دي اللي انا قطعتها بالقطاعات اللي انا وريتها لكم دلوقتي اهي. انا بقى كده هدخلها الفرن على طول على درجة حرارة 180 تحت بس، مش هولع فوق. وطبعا الاخضر اللي انتوا شايفينه ده برضو انا كنت حاطه عليه لون اخضر زيه زي الاحمر بالظبط، ودعكته برضو كويس، قلبتها يعني كويس كده مع بعض، ودخلتها برضو الفرن كده مع بعض. اديكم شايفين بقى الشكل في الاخر عامل ازاي، مش قادره اوصف لكم بقى ايه الجمال. بصوا التسويه بتاعتها جميله جدا، لا اتحرقت ولا لزقت ولا اي حاجه. ما تولعيش من فوق، هو تحت الارضيه بس على درجه حراره 180، يا دوبك ربع ساعه بالظبط في الفرن، يعني على درجه حراره هاديه عشان يستوي معاكي كويس جدا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. والطعم بقى مش قادره اوصف لكم جماله. حمزه ما كانش مستني، بصوا عمال يوريكم ويقول لك بصوا الاصفر وبصوا الاحمر وبصوا الاخضر. عجبك؟ عجب حمزه جدا اهو. ده اصفر، ده احمر، ده اخضر، ده احمر. شطور. بصوا حمزه بيقول لكم ده اصفر وده اخضر وده احمر. اتمنى بقى انكم تجربوه، واتمنى بقى اشوفك الكومنت بتاعكم الحلو كده وزي الفل. حاضر يا حموزه، واللايك بتاعكم الجميل. واشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا قول لهم باي باي. باي قول باي. لهم يلا جربوه بقى ويا رب يعجبكم. بابا بابا ربنا يعجبكم. بص يا حموز، هو ده اسمه ايه؟ ده لا البسكوت ده اسمه ايه؟ إيه؟ لا حمزة دايما يقول عليه كوكيز، مش عايز يقول بسكوت وبيقول كوكيز. يلا السلام عليكم.